لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز للزوجين التلفظ ببعض الألفاظ الجنسية أثناء الجماع؟ الحمد لله رب العالمين. بما أن هذه الألفاظ دائرة بين الزوجين في وقت الجماع فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج. وإن كان جمع من الفقهاء كرهوا الكلام حال الوقاع بين الزوجين، إلا أن هذه الكراهة لا أعلم لها مستندا، وهي حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فيجوز للزوج أن يكلم زوجته وقت الجماع بما شاء من تلك العبارات، ويجوز لها كذلك أن توجه له بعض العبارات التي لا بأس فيها ولا حرج فيما بينهما فقط. فإذا كانت الدائرة مقصورة على الزوجين في وقت الجماع فلا بأس بذلك، لأن هذا موجب لكمال الاستمتاع وكمال الرغبة في بعضهما، وما أوجب بين الزوجين كمال الألفة والمحبة والمعاشرة بالمعروف وكمال الرغبة والاستمتاع واستفراغ الشهوة في هذا الطريق الحلال فإنه مما لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولكن عليهما ألا ينسيا الذكر الوارد قبل الوقاع، وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلهما أن يتلفظا بما يثير شهوتهما ويرغب بعضهما في بعض ويجعلهما في كمال المتعة واللذة والراحة، هذا لا بأس به إن شاء الله. والأمر في العلاقة بين الزوجين مبناها على الحل والإباحة، إلا في الأمور التي حرمها الله وهي معلومة، والله أعلم. There is a shubha going on around about the issue of oral sex. What is the hukm on this issue? Is it haram or not? The issue of what? I didn't hear you. Of oral sex. Oral sex. Either it's man or male or female, both sides. Is this shubha is going around? So can Sheikh clarify this issue? جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شيخنا إخوتنا في كولومبوس يسألون في تورونتو عفوا شيخنا إخوتنا في تورونتو يسألون، قالوا ما دام الموضوع عن الشبهات والشهوات والمعاصي فما تقول لنا وتفيدوننا في أن يجامع الرجل امرأته في فمها أو تعمل هذا بالفم، فماذا ترون في هذا؟ أولا الكلام ما كان في الكلام على الشهوات في الشبهات، كان كله في أسباب المعاصي في الشهوات. المعاصي كان أكثر كلامنا في الشهوات، بل كل كلامنا كان في أسبابها بسبب جانب الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال الذي سأل عنه الإخوة في تورنتو، وهو أن يدخل الرجل فرجه في امرأته، هذا محرم لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: وأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام المجيء للمرأة حيث أمر الله، وهو حيث الحرث وضع البذر، حيث الزرع، بقول الله سبحانه وتعالى في الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. ويقول سبحانه وتعالى: أتوهن من حيث أمركم الله. فالأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذا، حينما قيل له إن قريش، وقدم المهاجرون من قريش إلى المدينة، فكانوا يشرحون النساء شرحا، بمعنى أنهم يأتون النساء من فوق، تكون المرأة من أسفل والرجل من أعلى، لا حياء في الدين. فكان نساء الأنصار إنما يؤتون على جنب، تؤتى وهي على جنب يجامعها زوجها. فلما تزوج أحد المهاجرين بامرأة من الأنصار فأراد أن يفعل بها كما يفعله أهل مكة في زواجهم، فامتنعت حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: نساؤكم حيث حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والمراد بأن شئتم من حيث أمركم الله، فلا بأس أن يأتي الرجل أهله على جنب وهي مستلقية، أو من قفاها، ما دام الوطء في الفرج. وما عدا
ذلك فإنه محرم. وأما في الدبر فصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى امرأة في دبرها ملعون على لسان صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أتى امرأته في دبرها، لا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله يمقت على ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا. فالحاصل الفم ليس موضع للزرع وليس موضع للحرث، وإنما هذا يفعله الكفار من اليهود والنصارى أصحاب العهر والجنس، فهؤلاء أكثر ما فتنوا به بنظرهم إلى الأفلام الماجنة الخالعة أو الصور الخالعة التي يرونها في البلاد الغربية الكافرة. والكافر ليس بعد كفره ذنب نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم أن يتقي ربه، ولا يجوز لامرأة أن تمكن زوجها من فعل ذلك معها في دبرها أو غير ذلك من الفم ونحوه، وإنما ما كان في الفرج وما كان تلذذا من المباشرة دون الفرج كالفخذ ونحو ذلك هذا لا بأس به إذا كانت حائضا يمنعه حيضها من إتيانها وجماعها ولا يستطيع الصبر، فلا بأس أن يعني يباشرها ما بين الفخذين ونحو ذلك بشرط أن لا يولج في الفرج. أما الفرج في حال الحيض فذلك محرم عليه. فالتلذذ من المرأة مقبلة ومدبرة كما جاء ذلك في الحديث لا بأس به، جائز، لكنه لا يجوز أن يأتيها في دبرها، وهذا أخبث وأخبث أن يأتيها في فمها، فلو دفق في فمها ماؤه ماذا يصير؟ نعوذ بالله من ذلك. نشكركم شيخنا جزيل الشكر، ونتمنى ونسأل الله قبل أن ننهي يعني أضيف إلى ما سبق في الجواب السابق شيئا له تعلق به. أضيف إلى ما سبق في الجواب السابق. معنا؟ نعم تفضلوا شيخنا. أي سؤال متعلق بالفم؟ أي نعم، نضيف إلى الجواب الذي سبق قريبا، أي نعم، نضيف إليه شيئا آخر، وهو كما أنه سبق ذكر ما سبق ذكره من ناحية الفم، فكذلك هناك شق آخر يشبهه، وهو فعل الرجل أو قيام الرجل بلعق فرج امرأته ونحوه مما هو مشتهر ونسأل عنه كذلك في هذه الآونة، وهذا لم يكن يعرفه حتى الكفار في السابق، وإنما جاءنا هذا مع الإباحيين الذين يسمون بالعلمانيين أو باللادينيين، الذين اتخذوا المرأة سلعة ساقطة ماجنة يفسدون بها عباد الله. فهذا فعل خبيث مستقذر مستقبح أن يلعق الرجل قبل المرأة أو فرج المرأة، وهذا موجود شائع في المجتمعات الغربية، فهذا لا يجوز أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أجاز الجماع، قال فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا ليس الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. بارك الله فيكم شيخنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في سنته بقوله إذا كان ذلك في الفرج، يعني الجماع مقبلة ومدبرة وعلى جنب، إذا كان ذلك في الفرج هذا هو في الجماع. وأما هذه الصور التي الآن تتقزز منها نفوس العقلاء من سلمت طباعهم سواء كانوا مسلمين أو كافرين، فإنهم لا يقرون هذا فضلا عن دين الإسلام، فإن دين الإسلام لا يقره. وإذا كان بعض الفقهاء ذهب إلى أنه، بل كثير منهم ذهب إلى أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال الجماع، فكيف بهذا الفعل الخبيث المستقذر؟ إذا كان كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز للرجل أن ينظر لفرج امرأته حال الجماع، فكيف أن يفعل هذا الفعل الخبيث المستقذر المستنكر من لعق الفرج؟ نعوذ بالله. هذا لا يفعله إلا من فسدت فطرته وتبع الغرب الذين غرب نجمهم وخوى وأفل في حمئة الرذيلة، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على إخواننا المسلمين أن يبتعدوا عن ذلك، وأن يحذروا كل الحذر التقليد لأعداء الله الكفرة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.